اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من سياسه بالبلدي. انا وعم دياسي عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. يلا يا عم دياسي قول لنا جايب لنا ايه النهارده، او اهلك وجيرانك سالوك على ايه النهارده؟ الدساتير. يعني ايه دساتير؟ دي حاجه بتتلبس ولا بتتشرب ولا ايه؟ الدساتير يا عم دياسي دي اللي بنحكم بيها البلد. الموضوع كان في الاول لازم يكون في دستور بيحدد شكل البلد ايه. تعال احكي لك الحكايه من اول دستور عندنا حصل كان سنة 1923، وده حصل بعد ثورة 1919. كانت الناس فرحانة بثورة عرابي وشكل الديمقراطية وإن إحنا داخلين على جمهورية جديدة. هوب طب عملنا الدستور بتاع 1923، وكان شكل الدستور ساعتها أو الشكل اللي بيحكم بيه البلد في الوقت ده كانت ملكية دستورية. يعني إيه ملكية دستورية؟ يعني أغلب الصلاحيات موجودة عند الملك، وبيدي شوية صلاحيات تانية كده صغيرة للحكومة. لما الدستور ده حصل راح الملك عمل إيه؟ أول حاجة عملها راح حل البرلمان. هو بعد لما بيحصل حراك أو شكل يعني حاجة جوه الدولة بيبتدي نعمل شكل جديد لحكم الدولة. خليني لما هحكي لك الحكاية كلها على بعض هتفهموا. احنا دلوقتي بنتكلم في دستور 1923 اللي هو خلى شكل الحكومة او شكل نظام حكم الدولة كانت ملكية. وساعتها كان الهدف، يعني الهدف العام، انه كان الملك في الوقت ده بيدي شكل اوسع من الحريات. لكن الواقع والحقيقة انه ما عملش كده، لكن هو جمد البرلمان وقلص الحريات وادى صلاحيات مطلقة ليه هو بس كده. نتقابل في حلقات تانية من دساتير جديدة من الدساتير اللي عدت على مصر. باي باي. لا دي حاجة بتتحاكم بيها يا عم دياسي. انا عايز الجمله بتاعت الدساتير ولا كلاسين ولا اللي انت قلت ايه؟ انا كنت بتتلبس دي ولا ايه؟ انا بتاع دي بيسيح مني، بيروح مني. عند الهلا. لا